هاي القصة اللي راح نحكيها اليوم مشهورة بأنها من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها. قصة فيها تفاصيل مخيفة وأجواء رعب حقيقية. القصة ببساطة بتحكي عن مغنية كانت فنانة شعبية معروفة بالكويت، راحت تحيي حفلة في عام 1997. العرس كان غريب جدا، كل اشي بالحفلة مبالغ فيه بطريقة مش طبيعية. قصر فخم، أكل لحم بدون أي إضافات، وناس أشكالهم وتصرفاتهم غريبة. إذا جاهز للرعب وجاهز للقصة، طفي إضاءتك وحط أكلك وأشياءاتك وقهوتك ويلا نبلش القصة. هاي الفنانة ولدت في عام 1950 وكانت واحدة من أفضل الفنانات بهذاك الوقت. درست في كلية العلوم السياسية وكانت من أوائل الفنانات الشعبيات اللي كانوا عندهم شهادة جامعية. البنت من وهي صغيرة كانت بتعشق الأغاني والحفلات، وكان نفسها تطلع زي أمها مغنية مشهورة، وفعلا وصلت لحلمها وحققت أهدافها وأصبحت مغنية من مشاهير الكويت. المبالغ اللي كانت بتستلمها كانت مبالغ عالية مقارنة بالمغنيات الثانيات، ولكن في عام 1997 كل إشي تغير فجأة. اتصال غريب بيوصل للفنانة بيقولها بدنا اياك بحفلة ولازم تكوني موجودة انت والفرقة كلها. الغريب بالموضوع انه هذا اليوم هم اللي بعطلوا فيه الفرقة، وفعلا اتصلت نورة على باقي الفرقة، بس بالبداية كانوا رافضين لانه كان يوم جمعة ولانه هذا يوم اجازتهم ما كانوا راضيين يطلعوا. ولكن لما نورة بلغتهم انه المبلغ اللي جايهم كبير جدا، قالوا لها حيعتبر يوم استثنائي ويلا نروح نحيي الحفل. يلا بينا. وفعلا اجى الليل، رتبوا امورهم، اخذوا اغراضهم وانطلقوا لمكان الحفلة. واول ما وصلوا لمكان الحفلة انصدموا بالمنظر اللي شافوه. قصر ضخم بطريقة مش طبيعية، الانارة كانت قوية جدا، ومنظره من برا لحاله كان مرعب من كثر الفخامة. اول ما دخلوا انصدموا اكثر لما اكتشفوا انه القصر من جوا خيالي لدرجة لا تتوقعها. الحيطان مزغرفة بطريقة عجيبة، الطاولات مليانة أكل، ولكن كل الأكل لحم، بدون رز، بدون أي مقبلات ثانية، لحم فقط. الفراش الموجود بالقصر جميل جدا، فخم لدرجة مبالغ فيها. بهاي اللحظة بلشت الشكوك تراود المغنية والفرقة. كان في واحدة مغنية ثانية اسمها شمس، اطلعت على نورة وقالت لها أنا مش مرتاحة، حاسة إنه في إشي غلط. نورة سألتها ليش، فقالت لها لما سلمنا على أم العروس حسيت جسمها بارد جدا وإيدها خشنة زي الحجر وكأنها مش إنسان. ومع إنه نورة برضو كانت حاسة بالخوف، ولكن حاولت إنها تهدي شمس وتقنعها إنه الموضوع طبيعي ويمكن هم عاداتهم هيك ويمكن عادي، يعني ما تهتم في الموضوع كثير. فعلا نزلوا على الصالة وتفاجئوا بالحضور الغريب. عدد الحضور كبير بشكل مش طبيعي وما في مساحة يتحركوا بينهم. أجسامهم غريبة، واقفين شبه الأصنام بس بتحركوا شوي شوي. العريس كان لابس لباس عثماني قديم، والعروس لابسة فستان أسود منقط بالأبيض. وفعلا بلشوا يغنوا وبلشت الفرقة تعزف. ولكن الإشي الغريب إنه الناس اللي كانوا قاعدين برقصوا كانوا مرتفعين عن الأرض. هون الشمس بلشت تنهار وصارت تقول لنورة لازم نوقف ونطلع من العرس هسه. نورة قالت لها إذا وقفنا العرس هسه ممكن يصير إشي أسوأ من هيك، خلينا نكمل وأول ما يخلص العرس بنشرد كلياتنا من هون. فجأة نورة حست بدوخة خفيفة وقررت إنها تطلع تريح بالطابق الثاني. وفعلا دخلت الغرفة، وهون كانت المفاجأة. كل إشي تغير، القصر الفخم أصبح مهجور، الجدران متكسرة والظلام مخيم على المكان. بس كانت تعبانة فرمت حالها على التخت ونامت. فبلشت الكوابيس. نورة شافت واحدة شكلها مرعب، ظهرها معكوف بطريقة مخيفة، وبلشت تصرخ بوجهها. صحيت نورة من النوم وهي مفزوعة، فقررت تنزل تكمل الحفل بسرعة وتخلص هالليلة الغريبة. ولكن هي ماشية بالممر شافت طفل صغير قاعد بركض بسرعة، حاولت تلحقه ولكن الطفل اختفى. وفجأة سمعت صوت غريب بيقولها غني غني أنا بحب صوتك كثير. وهون تأكدت نورة إنه العرس هذا مش طبيعي. رجعت للغرفة اللي فيها الفرقة لتكتشف إنه شمس مغمى عليها. لما صحت شمس قالت لنورة أنا شفت زلمة غريب، كان طويل جدا وضخم وكان لابس أسود ملامحه مش واضحة. لما ركزت عليه
فجأة اختفى. هون الفرقة كلها صارت ترتجف من الرعب، بس نورة قالت لهم لازم نكمل الحفلة حتى ما يصير إشي أسوأ من هيك. وفعلا المعازيم بلش عددهم يزداد بطريقة مرعبة بدون ما أي حدا يدخل من الأبواب. وفجأة أذن الفجر. الله أكبر الله أكبر. طفت الكهرباء بالكامل، كل إشي صار ظلام. الفرقة ركضت بسرعة على الباب وطلعوا برا القصر. بس هون كانت المفاجأة الكبرى، لقوا قدامهم زلمة كبير طالع يصلي الفجر، فسألهم شو اللي جابكوا هون. لما قالوا له انه احنا كنا بالقصر هذا قاعدين بنقيم بحفلة، قال لهم عمي حفلة شو؟ هذا القصر مهجور من عشرات السنين. وفعلا التفتوا وراهم واكتشفوا ان القصر ما كان قصر، كان بيت مهجور ومتهالك. هون تأكدت نورة انه العرس هذا مش عرس بشري، اللي احيوا العرس كانوا من الجن. وبعد هاي الحادثة نورة اعتزلت الفن ورفضت تطلع بأي حفلة أو مقابلة. ولما وافقت على مقابلة أخيرا صار إشي غريب، التسجيل الصوتي للمقابلة خرب بطريقة غامضة وما حدا قدر يسمعه. وهيك بتنتهي واحدة من أغرب القصص اللي ممكن تكون مرت عليك. هل كان فعلا عرس من الجن، ولا نورة قررت انها تخترع سيناريو من راسها وتحكي للناس؟ يعني انت شو رايك بالقصة؟ بتحسها حقيقية ولا مجرد خرافة؟ لهون بتكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بقصة جديدة. الى ذلك الوقت اترككم في امان الله، تصبحون على خير.